السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن تكونوا بأفضل حال. ربي يرزقنا وياكم سعادة الدارين، اللهم آمين. شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب وانتوا عم تشاهدون فيديو اليوم. طبعا بداية يومنا مع فنجان القهوة، هذا فنجان إلي وفنجان إلكم. بس يا بنات سبحان الله بعد رمضان ما حسيت بطعمة فنجان القهوة، يعني أسوي القهوة وأحبها بس النكهة قبل رمضان ما عاد أحصلها، يعني فنجان القهوة مع إنه جوها حلو جد تنطي سعادة، يعني أحس بأجواها حلوة، بس ما عاد غير أي نوع بن سبحان الله طعمه. هل نفس الشي أنتو ولا بس أنا يعني عند التذوق خلاص حاسة الشم والتذوق راحت عندي؟ الحمد لله على كل حال. طبعا هين خلصنا فنجان القهوة وبعدها عملت الفطور. الفطور المعتاد، عملنا بيض بجبنة قشقوان والخيار لبن والسمن العربي مع التمر وزيت الزيتون نعمة كريم. فطرنا وبعدها بنات بلشت بالغدا. هنا عند الغدا طبعا عملته بس لأبو محمد، عند الولد هنا أكلوا يعني. عملت له طواية شوفيرية كثير يحب هالأكلة هاي، جربوها يا بنات كثير حلوة وأكلة سريعة يعني ما بدها وقت. عندي هنا أول شي عندي باذنجان وبطاطا أخلطهم مع بعض، أغسلهم مي وملح، بعدين أتبلهم شوي ليمون وفلفل وكزبرة وكمون وأقلبهم، وإذا حبيتوها شطة حطوا شوي شطة، وبعدين أقليهم جنب الأكلة هاي حيل طيبة. وين عند اللحمة سلقتها، بعدين نزلت عليها حبة بصل وشوي ثوم وقرن فلفل، أحمسهم مع بعض، بعدين أنزل عليهم شوي دبس بندورة وشوي دبس فليفلة. طبعا دبس الفليفلة مش حار يعني. بعدين أنزل عليهم الطماطم، طماطم تقريبا اللحمة نص كيلو والطماطم 4 حبات، وبعدين أحط عليهم كاستين مي، كاسات شاي، أنزلهم عليهم وأغطيهم خليهم يستوون على النار هادية. ما هديت الغاز وزبطوه يعني قبل بوقت تطلع الأكل كثير طيبة. ها أكلة شفيرية، زمان كانوا يسوون هذول اللي يسافرون بسرعة يعني ما بدها وقت، بس كثير طيبة. وهذا شكل نهائي الغداء اليوم علينا وعليكم. هذا كان غدانا اليوم، إن شاء الله يعجبكم يا رب. إذا عجبكم لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا. شوفي بنات هاي هي طواجن الشفيرية، هذول أهل السفر يسافرون مكان بعيد دائما يعملونها على الدرب. هي عبارة على طماطم ولحمة مفرومة، وجنبها البطاطا والباذنجان مقلي والروب زيت الزيتون والخضار. هين بعد ما تغدينا يا بنات أخذت الولد الصغار على الحديقة جنبنا، واللي عاملين فعالية دكتور أسنان يعني عامل إعلان للعيادة حقه، عمل معاين للأطفال كامل، أعطوهم هدايا وألعاب وفراشي أسنان. كثير انبسطنا يعني، قضينا تقريبا شغل الساعة بعدين ردينا للبيت. يعني بنفس الوقت تفاجأت، يقول لا تهملون أطفالكم، يعني حتى لو الأسنان لبنية تحتاج دكتور أسنان ومعالجة يعني لأنها تأثر على الدائمة. تفاجأت والله بكلام الدكتور، أول مرة يعني دكتور يتكلم هيك. حجزنا طبعا بس البنتي شوق عندهم إن شاء الله ناخذها. وهين طبعا معاناتي مع فنجان القهوة، أنا أشرب الصبح والمساء مثل ما قلت لكم. النكهة سبحان الله تغيرت، هو المذاق عندي تغير ولا الكل. هذا كان روتيننا اليوم، في أمان الله.